احنا معانا الشيخ وليد النهارده مداح النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ وليد عنده موهبة المدح. انت منين يا شيخ وليد؟ من دشطور. عرفنا بنفسك كده. من دشطور. عرفنا بيك. وليد عيسى علي. انت بقى بتدور كده تعمل جو كده للناس. ايوه بغني في مدح النبي كده. اه يعني بروح افراح برضه. والله. تعمل جو حلو كده. ايوه. طب سمعنا حاجة كده. عايزه تسمع ايه؟ انت اللي تحبه، انا اللي انت بتقوله بقى، زي مدح النبي زي موال. سمعنا مدح وسمعنا موال. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وعمل ولو كل العباد وعمل ولو كل العباد حبيب الله يا خير قمر سيدنا النبي قمر وجميل صلوا على النبي. ده المدح بقى. سمعنا بقى موال. ماشي. يا ليل مش معنى يوم الشقا بيطول يا حبايب، وليل الفرح ما يطولش لو كنت بجناح يا قلب، لو كنت بجناح يا قلب في غير المكتوب ما تطولش ما تطولش. انا رحت لاخويا العديد مرضيش يكلمني، فضلت قاعد على فرش الفراق يا حبايب لما القرش كان مني، والجميل اللي زرعته يا ناس الجميل اللي زرعته مع قليل الاصل ما تمرش فيه، يغور الردي واللي شبابنا فيه. تزرع جمايل مع المايل خسارة فيه، تزرع جمايل مع الصنف الواطي خسارة فيه. ده انا مسكت قلم وكتبت على الورق كلمة، شوف الاخ في البيت مش حامل لاخوه كلمة، شوف المرة صوتها عالي والراجل ملوش كلمة، والراجل اللي تحكم عليه حرمة ابابة له منه، ولو عاب الراجل بتلقى حرمة البيت الاصيلة تلمه، والبحر لو زاد بتلقى الجسر بيلمه، يستاهل اللي يتدفق قليل الاصل ويلم. يفتح عليك يا شيخ وليد. تقول حاجة تاني ولا تختم بكده؟ نختم بقى بالصلاة على النبي. يلا. النبي يا قادرين النبي صلوا عليه صلى الله على محمد. النبي يا قادرين النبي الحق ياتي انت رب العالمين انت نتفرج عليك. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي، واللي يحب النبي صلوا عليه. طلب او ليك مناشده يا شيخ وليد، يعني الموهبه دي كانت معاك منذ الصغر يعني؟ وانا عندي 12 سنه. طب ما نمتهاش مثلا، ما لقيتش حد يتبنى الموهبه دي مثلا تتبناك مثلا،
قنوات زي قناة المدح، الحاجات دي انت والله الموهبة دي انت كده رحت اختصيت بيها لحضرتك بس. بس ما ظهرتش في قنوات، ما حدش سجل معاك. نزلت كتير يعني برضه، بس يعني اللي بيجي له مشاهدات على الصفحة بتاعته بياخدها ليه هو، مش ليا يعني. يعني مثلا لما مثلا توصل لنسبة مشاهدة عالية، قصدك ان هو اللي بيصور معاك ده بيستفاد ليه هو بس، صح كده؟ بيستفاد ليه هو مش ليا يعني. طيب احنا بنسلط الضوء من خلال اللقاء على الموهبة الجميلة الشيخ وليد مداح النبي صلى الله عليه وسلم، وبنناشد الجميع ان هم يعني يدعم الشيخ وليد. انت ليك بقى ايه مطالبة او مناشدة يا شيخ وليد؟ يعني حابب مثلا تظهر زي على قناة المدح، حابب أيوة ان الموهبة دي بتاعتك حد يتبناها، ان صوتك جميل كمان، خاصة وانت بتمدح في النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول موال ممتاز، يعني عندك عرب الصوت والخامة بتاع الصوت نفسها يعني ممتازة يعني. انت كان حلمك ايه اصلا؟ انا حلم ان يعني الدنيا كلها تشوفني. حلمك ايه؟ الدنيا كلها تشوفني. يعني انت عندك يعني على امل اوصل صوتي للناس كلها. انت على ما زلت ان انت حضرتك على امل ان انت الموهبه بتاعتك دي ما تفقدش الامل وان هي تخرج للنور. ايوه صح كده؟ أيوة. وانت يا شيخ وليد انت راجل طيب، بتلف كده في شوارع سموسطة، ويعني بتعمل جو كده للناس وبتمدح في النبي. بس دي كده وظيفتك كده. ايوه دي مالناش مهنه اللي هي مهنتنا دي. انت كده تعمل جو، ولا عندنا ارض ولا عندنا اي حاجه. والحمد لله يعني. هو شغلتك دي، واللي فيه النصيب اللي فيه النصيب الناس بتديهولك لما بتعمل الجو ده في الشوارع. الافراح احنا شايفين الافراح، الاولاد كمان فرحانين ومبسوطين جميعا، والناس كمان مبسوطه بيك يعني. تحب تقول ايه للشيخ وليد؟ احب اقول له شكرا. معانا اراء مواطنين الشارع السمسطاوي، احد الشباب هيقول كلمه كده كويسه للحاج وليد. عرفنا بنفسك الاول. كريم نادي خميس. تحب تقول ايه يا استاذ كريم للشيخ وليد؟ اقول له شكرا للشيخ وليد. شكرا. شايف ان صوته جميل كده وبيعمل جو كويس. أيوة هو راجل طيب فعلا، بيوصل صوته لكل الناس. هو كمان بيقول لك ان انا يعني ما عندوش زرع ولا عنده هو حاجه. غلبان. فهو راجل غلبان يعني وفقير. بيلف كده من هو الشوط بيلف لهنا على رزقه. هي رزقته دي بالطار كده. دي بالطار. ويغني كده ويعمل جو. صح. شايف يا استاذ خالد، قلت لي خالد؟ كريم. يا استاذ كريم، ان احنا دايما هنا في مصر بنشجع التفاهات ونشجع الحاجات اللي هي لا قيمه ليها، وبنطلعها يعني ترندات ومش عارفه. شايف ان الشيخ وليد، انا شايفه لو تأيدني الرأي حضرتك انه صوته جميل وموهبه يعني جباره. صوته جميل. صوته جميل الشيخ وليد. تحب تقول له ايه بقى كلمه اخيره؟ شكرا يا شيخ وليد. تحس الناس ان هي تدعم الشيخ وليد ونكبر بخاطره بقى ونطلعه نقول له ايه، يبقى ترند مصر. ترند مصر. ماشي يا شيخ وليد، ان شاء الله خير باذن الله. سمع كريم بقى حاجه حلوه كده اخيره. يا كريم يا اللي على البال، يا كريم اهو يا ابو الحرير على كل الواد، مقامك عالراس عالي، عمده يشغل معادي، عمده يشغل معادي، بالصلاة على النبي. صلوا على النبي. حلوة صلاة النبي. وانا عايزك برضه توصل الصوت للناس اللي ما سمعوش يسمع. يعني هو دي حلم اللي الناس تسمعني. حلم اللي يعني انت حلمك يا شيخ وليد ما يهمنيش، هو الرزق ده بتاع ربنا. ايوه، انت عايز توصل ان صوتك جميل، وعايز توصل الموهبه الجميله دي لكل الناس. وان انت تتسمع وتبقى حد مسموع في مصر ومشهور زي المشاهير. وده حقك يعني علينا وعلى الناس يعني. صح كده يا شيخ وليد؟ موفق ان شاء الله. واحنا بنناشد الجميع ندعم الشيخ وليد ونوصل صوته. وربنا يوفقك ان شاء الله يا شيخ وليد، واحنا سعداء معاك من خلال اللقاء في قناه بني سويف اونلاين. بنشكرك وان شاء الله موفق يا شيخ وليد.